هذا المكان كان عبارة عن سوق غزل مصغر في النجف، أما الآن فقد شهد حملة لإخلائه من باعة الحيوانات. هنا تحت مجسرات ثورة العشرين في النجف كان باعة الحيوانات يستغلون هذا المكان كسوق لبيع مختلف أنواعها بمشهد وصف بغير الحضارية ولا يتناسب مع مدينة سياحية يقصدها ملايين الزوار سنويا. مكان غير مهيئ للأمور، المفروض هاي كل الأمور هاي كلها تنزاح، تبقى ساحة عدلة ونظيفة وحدائق، ما يصير فوضى بداخل المدينة. فوضى وداخل المدينة ما ممكن. سووا بديل، ذول يقومون أي الخضرة الحيوانات، بس بديل تعطي بديل هذا مكانك يروح، بس أنت قل له روح وما يدري وين يروح، لا ما ترى ماكوش موضوع. هوسه وازدحام وكل شيء تواجد به. هسه انفتح المكان صار حلو، اول وحده عوائل منها تفوت تروح للزياره وتعرف يعني انت شباب وشغلات وهاي، فهسه من انفتاحه كلش حلو، صار مكان نظيف وحلو. أما الباعة هنا أيدوا توجه الحكومة بإزالة هذا السوق مع تأكيد بضرورة توفير بديل مناسب لممارسة عملهم كي لا تقطع أرزاقهم لكونه مصدر دخلهم الوحيد في ظل معدلات بطالة مرتفعة. احنا نريد مكان بديل. مكان عندنا هذا الجراج هسه موجود ضال، مكانات تجي شوف هسه الساحه هذيك كبيره، احنا ما نرضى هنا بهاي الوضعيه، يعني احنا نظل يوميه شيل منا نعزل منا غير، نريد عندنا مكانات جوا يخلونا جوا. هذا اللي طالبين من عندهم. انت هسه تشوف هاي حضاره، هاي احنا ما نرضى بها، بس احنا نريد لنا مكان بديل. انت من شايلتنا احنا كسبه. نطالب من الاستاذ ماجد الوائلي بتخصيص مكان الى هذه الشريحه، يعني كل احنا عندنا عوائل ورزقنا على الله وعلى هالمكان هذا، زين، او يخصص لنا مكان غير مكان، زين، اذا هذا المكان مو ملائم. ووجهت حكومة النجف المحلية بمنع باعة الطيور من التواجد في مدخل المدينة القديمة وتنظيم الحركة التجارية ضمن المنطقة وتأهيل المناطق الخضراء مع رفع كافة التجاوزات. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.